تشتهر الوالدية بجمال بحرها بل وأيضا بلذة أطباقها البحرية، ولأن جودة محارها لا تضاهيها جودة تنتعش بالمدينة تربية المحار وتسويقه، كما سنتابع في روبورتاج زينة إتلامين وعبد الغني الطهراوي. كأنها انسلت من بطاقة بريدية، عشاقها لا يخطئون الطريق إليها. للوالدية سحر وجمال تستكين إليهما كل شتاء. هنا لأكلة المحار لذة خاصة. محار الوالدية طبقت شهرته الآفاق. عندما نعود للمغرب نقصد الوالدية لتناول طبق محار رفقة الأصدقاء. ما عسانا نطلب من مزيد أكثر من جمال هذه البحيرة. هذا رائع. المحار يأتينا مباشرة من المنبع، نتذوقه طريا له طعم لذيذ خصوصا في هذا الجو الرائع. مطاعم الوالدية تحرص على صيتها وتراهن على جودة محارها. للمكان زبائن أوفياء تستهويهم فواكه البحر، لكن المحار يستأسد على الطلبيات. لو دابا المغاربه اكثر من الاجانب تياكلوهم بزاف. وقت البرد كتمشى مزيان بريفور على وقت الصيف. في الصيف كتولي شويه بشحمه. في هذه الفتره هذه ديال الحلبات دابا كناكلها مزيان، كتكون سمينه وكتكون كنجيو الوليدات وداك الشيء ديما كنجيو ناكلوها مزيان. المهم هي مزيانه لي زويتر، عندها فوائد صحيه، عندها بزاف الحوايج. قبل أن يقدم هنيئا مريئا للزبون يمر المحار عبر مراحل الغسل والتصفية والمراقبة إلى وضع علامة المنشأ. بالنسبة للزويتر كنجيبوا الزريعة ديالها من فرنسا. كاين البروميان كاليتي هو تريبل ويد 4 على 6 ملم اللي كنشدوها من عام حتى لعام ونص كتولي فيها 70 غرام. وكاين النورمال كنشدوها تقريبا في البحيرة من عام ونص حتى لعامين. هذا كيمكن لنا نخرجوها للسوق. في نهاية السنة يحقق المحار أفضل مبيعاته، وذروة تسويقه ما بين دجنبر ويناير. وسوق البيضاء يستأثر ب60% من هذا الإنتاج.